انك تحول المكان من غرفة تقليدية لغرفة فندقية، الموضوع يكاد ان هو يكون مش سهل وفي نفس الوقت مش صعب، ولكن هي حبة لمسات بسيطة نقدر ان احنا نعملها، وفي نفس الوقت تكون الغرفة هادية. اقدر ان انا اتحرك في الغرفة براحتي، من سواء من التي في يونت او من التسريحة، سواء كمان عندي مكتب بأرفف. طبعا احنا في المرحلة يعتبر اللي احنا خلاص بنفرش فيها باقي بس السجاد، الزرع، الورد، الحاجات دي كلها. كمان عندنا برضو في من ضمن مهارات الحركة الدريسنج. كان هو الغرفة الأول كانت في ذهن الكلاينت أو العميل بتاع أو صاحب المكان إن هو يبقى عنده دولاب عادي، وكان الراجل مقتنع بكده. بس احنا عملنا إيحاء بدريسنج شكله جميل جدا، مع ضلف سوفت كلوز، مع وش نفسه أكريليك بولي باك، مع ازاز بالفريم الالومنيوم الاسود، مع اضاءه مديه مزيج من الفخامه اللي هي الاضاءه اللي داخل الضلف من جوه. طبعا ما نسيناش ان احنا نتكلم عن السرير اللي هو مع التجريده بتاعته مديه شكل بسيط وفي نفس الوقت شكل جميل. في نفس الوقت عندنا مساحه السرير نفسها مساحه كويسه، وفي استورج تحتيه بحيث ان انا ابقى مستغل كل سنتيمتر موجود في الغرفه. من اصعب الحاجات اللي كانت في الغرفه هنا ان احنا نجيب درجه اللون ديت مع الكيرف، ونفس الكلام درجه اللون دي زي درجه اللون ديت. ليه؟ لان ده نوع خشب بولي باك، ودي كيرف معموله دهانات. انك توصل لمرحله انك تجيب نفس الدرجه، فده شغل بروفيشنال. كمان اخر حاجه عندنا شكل الكومود. شكل الكومود عندنا شكل مختلف شويه، ان احنا عملنا 2 درج، وفي نفس الوقت برضو عملنا مكان مفتوح متناسق مع فيش او وحدات الكهرباء الموجودة عندي، بحيث ان انا اقدر استغل كل حاجة موجودة في الكومود عن طريق درجين كويسين، وفي نفس الوقت مساحة مفتوحة. ومنعا للكركبة عملنا كرسي واحد او بوف واحد نستخدمه للمكتب عندي وكمان للتسريحة. الكيرف اللي احنا عملناه هنا دوت في المكتب دوت، عملناه علشان يدي مساحة بدل ما يكون انجل، وفي نفس الوقت هو الغرض من المكتب نفسه ان انا الجنب ده او الجزء دوت هو اللي يكون عريض عندي او ليه عمق كويس. في نفس الوقت برضو عملت او احترمت السيمترية الموجودة في المكتب عن طريق كيرف بسيط كده يديني اتساع في الممر الحركة، وفي نفس الوقت اقدر استخدم المكتب براحتي. فدي بعض التفاصيل او بعض الحاجات او بعض الافكار اللي احنا بنعملها اللي هي بتضيف لمسة جمالية في المكان.